بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز رويال جاز، العين اللي في النص دي متاكلة بالشاسيه بتاعها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. ادي مسمار، ادي التاني، ادي التالت، في واحد هنا طبعا متشال عاملينه بسلكة. 4، ادي 5 مسامير، واتنين من ورا يمين واتنين شمال او 3 حسب اللي تلاقيه يعني. واول ما بحل المسامير برفع الوش من ورا كده، بديله خبطه لقدام كده يطلع معايا. ادي الوش اهوت بعد ما اتحل. ادي الشاسيه اهوت متاكل، فهنغيره الشاسيه والماسوره بتاعه العين اللي في النص بالمكنه اللي فوق. ادي مسمار قدام ومسمار ورا اهو. بركب انا بتاعه يونفرسا، وعلى نفس الخرام اللي قدام واللي ورا، لان يونفرسا دي فيها 3 عيون اللي في النص دولت متساويين يعني. وادي المسمار اهوت، واخليه بسوى البوتاجاز. انا عامل تانية اهوت من قدام من هنا اهو حسب الشاسيه التاني عشان يبقى عدل. هنغير بقى هنا الماسورة دي في النص اهي قدها بالظبط، دي كده في سنتر البوتاجاز. هنحط واحدة بقى ايه عدل. ادي الماسورة دي ماسورة بتاعت كريازي، العين اللي هي اللي ورا على اليمين اللي على الشمال. فانا هقصها عشان نفس التكسيحة ماشية مع الماسورة القديمة اهي. بقيسها الاول بس اشوف مقاسها نفس التكسيحة ونفس عدلية الماسورة القديمة، وبحط دي عليها. ادي الماسورة عدلة اهيت، دي انسب حاجة ليها. قستها على القديمة وقطعت الزيادة وتتثبت بمسمارين من هنا. بس الماسورة دي اهم حاجة بنعمل لها بعد ما قطعنا المقاس. بنعمل زي تهوية هنا اهي، عملنا فتحتين كده زي تهوية بحيث اللي هي ما تدخنش. لازم يكون في تهوية عند الفونيا. ادي كده ماشية عدلة اهي، ونثبتها بالمسمارين دولت. وهنجرب النار. ادي الفونيا اهي. طبعا انا حليت الفونيا وسلكتها وبصيت عليها برضو بعد الرباط عشان لو بتنفس هتلقط معايا كده. تمام كده. جرب بقى الماسورة بالمكنة اللي فوق قبل ما اربط ايه المسمارين، عشان لو في حاجة تانية مرجعش احل. لا، هنظبطها الاول. نجرب النار اهي. بسم الله ما شاء الله، نارها كويسة اهي. كده انا شغلي تمام. ابتدي اربط بقى الماسورة، اثبتها بقى في الشاسيه. ادي المسمار، وادي التاني. ادي المسمار التاني اهو. وارجع اقفل الوش تاني بقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.